تعالوا نعمل مع بعض نوع حلو قوي هيعجبكم النهارده، اللي هو بسكويت الفينيكيا. انا طبعا عشان الوقت عملت الشربات بتاعنا. مقاديره 200 جرام من السكر، عليهم 200 جرام من الميه، وعليهم معلقتين كبار من عسل النحل او عسل الجلوكوز، وبتحطوا مع بشر برتقان، وبتحطوا شريحتين ليمون، وممكن عود قرفه وعود قرنفل. تعالوا بقى نشوف مقادير الفينيكيا نفسها. بجيب 120 جرام سمنة سايحة، او لو عايزين تستبدلوها بزيت عادي، زيت دوار الشمس، مفيش مشكلة. وبجيب عندي كمان 120 جرام من زيت الزيتون. ايوه زيت الزيتون، مش هيغير الطعم وما تقلقوش خالص نهائي. وبعدين بجيب معاه بحط 100 جرام من السكر العادي اللي هو ناعم الحبيبات. بحتاج بقى بشر برتقان برضو، وبحتاج 80 جرام من عصير البرتقال. بحتاج نص معلقة صغيرة بيكنج صودا، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وبحتاج 450 جرام من الدقيق. تمام، كل المكونات هكتبها في الديسكريبشن بوكس ان شاء الله. بحط الاول الزيت مع السمنة، او الزيت على دوار الشمس مع زيت الزيتون مع السكر، وبقلب المكونات كلها مع بعضها. بعد كده بنزل ببشر البرتقال، ومهم قوي تقلبه كويس لحد السكر عندنا ما يدوب، علشان لو ضفنا بقية المكونات السكر مش هيدوب. هتيجوا تاكلوا الفينيكيا هتلاقوها بتقرش تحت اسنانكم، فلازم تقلبوا السكر كويس قوي في المرحلة دي. تمام، بعد كده بنزل بعصير البرتقال، وهحط بقى بقية المكونات. انا نسيت اقول لكم ان احنا بنحط معلقة كبيرة قرفة، ونص معلقة صغيرة كمان من القرنفل. الميكس بتاع التوابل مع البرتقال عايزة اقول لكم هيديكوا نتيجة رهيبة رهيبة ما حصلتش. بعد ما بقلبهم كويس قوي بنزل عليهم بالدقيق، واديهم تقليبة مع بعض، وما بنعجنش عشان الدقيق ما يعملش عرق. يا دوب بقلب بس بالسباتيولا لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها وتديني عجينة طرية سهل ان انا اشكلها، وما تبقاش مشققة معايا. اهو شايفين شكل العجينة، اهو انا بضغط عليها كده، عجينة طرية جميلة. بصوا بقى القرنفل باين فيها والقرفة. انا بشتغل والريحة كانت طالعة عليا رهيبة. بشكلها بقى بالشكل اللي انا عايزاه. جبت المبشرة، جربت الاتجاه الواسع، حسيت ان الشكل بصراحة مش قد كده، ففضلت ان انا اعملها بالوش اللي هو الضيق. هتشوفوا الفرق بين الشكلين دلوقتي. انتوا حابين تدوها اي شكل تاني مفيش مشكلة خالص، بس هو ده الشكل الدارج بتاعها والمعروف عندهم في اليونان. اهو انا حطيتها على الوش اللي هو الناعم شوية، وده بيبقى بشكلها لطيف قوي. خلصت ودخلتها خبزتها في الفرن، وبعد كده سقيتها بالشربات اللي احنا عملناه في الاول مع بعض. تمام، وبعدين طلعتها، ما بتسيبوهاش كتير في الشربات، طلعتها رصيتها في الطبق. وبصوا بقى لون الارضية بتاعها بيبقى جميل ازاي. هو مش بسكوتة مقرمشة، هي بسكوتة طرية بس فيها قطمة جميلة قوي هتعجبكم. بعد كده لمعتها بمربى مشمش، ورشيت عليها، ممكن ترشوا عليها مكسرات، ترشوا عليها جوز هند زي ما انتوا حابين. انا فضلت المكسرات علشان ما ضيعش بنكهة جوز الهند بقية النكهات اللي انا حطاها. حلو جميل وظريف، والاطفال كلها تحبوه. جربوه ويا رب يا رب يعجبكم ان شاء الله.